هل لما تيجي بتحفظ كلمات بتنساها؟ اهلا بيكم، انا سيف بتاع فرنش. دي الحلقه السادسه من سلسله طالب فرنساوي شاطر. النهارده هنحل مشكله كبيره جدا، هو انك بتنسى اللي حفظته او الكلمات بتاعتك. اول مشكله بتخليك اللي انت ما بتحفظش الكلمات اللي انت بتحفظها هو انك بتربط اللغه باللغه العربيه. طب اعالج المشكله دي ازاي؟ انك تحطها في صوره، تحطها في اكزامبل، تخلي الحاجه دي ملموسه. طب اعمل ايه عشان تتجنب انك تنسى حفظ الكلمات؟ ممكن تربطها بحاجه ملموسه، حاجه تستخدم فيها الحواس بتاعتك زي الملمس، او تشوفها بعينك او تسمعها بودانك. لما تيجي تحفظ كلمه كده لازم تجيب لها موقف او صوره، علشان لما تيجي تسترجعها من دماغك تفتكر الموقف ده او الصوره فتيجي في عقلك على طول. طب يا سيف انا مش فاهم الجزئيه دي، ممكن تشرحها لي اكتر؟ على سبيل المثال، جو سوي مالاد، اذا انا عملت الموقف بتاعي اللي انا تعبان فانا استخدمت جو سوي مالاد، انا مريض. او جو سوي تري اوكوبي، انا استخدمت الموقف بتاعي اللي انا مشغول جدا. فكره انك تربط الكلام بتاعك بمواقف او صور هيسهل عمليه انك تسترجع الكلام تاني بسرعه، فانت مش هتعطل وانت بتتكلم. وحاجه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها، هو انك لما تيجي تتكلم انت هتتكلم في فراز، في جمل، مش هتتكلم كلمه كلمه. فهخلي بالك لما تيجي تحفظ كلمه اسمعها الاول صح، وبعد كده حطها في اكزامبل عشان لما تيجي تتكلم تعرف السيتوياسيون بتاعه عامل ازاي. ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك، سبسكرايب، وتمنشنه مع اصحابك كمان. سلام.